30 واحد متدشملين، واللي عاملها بيكون مين؟ وحش العريق استاذ الكدابين، البطل التي بقدراته هيكدب النهارده كتير. دايا اللي بيقول اولاد الهرمه اللي ضربتهم دول كسروا عظم ما كسبتهمش بسهوله، بس لو على الضرب انا من يوم ما اتولدت والدنيا عماله تخبط فيا. يوم ما اتولدت تلاقوني مرمي لا ليا اب ولا ام، واما كبرت شويه اشتغلت مع حرامي صغير وهب اتقبض عليا. بالظبط بيقول له وريني مين هيحلك مني. بيقول له حل مين؟ انت ما تعرفش انا شغال مع مين؟ بيقول له مع مين؟ هو قاعد تكون شغال مع الوزير وانا ما اعرفش. بيقول له لا، زعيمي هيجي دلوقتي هيعلم عليك. وفعلا زعيمه بيحضر. بالظبط بيقول له هو ده زعيمك؟ بيقول له ازيك يا باشا. بيسبقوا واحد ظباطي هو بينزل تكسير في عظمه، بيمشيهم هما الاثنين، وضايع بيكون في منتهى الغضب. بيخرج بره هو بيقول له يا ابني انت عملت ايه علشان الظابط يعمل معانا ده كله؟ بيقول له عملت اللي عملته، انا كنت فاكر نفسي مسنود على حيطه، طلعت الحيطه مايله. بيقول له فاشا انا اسمي في السوق مسمع معروف من المعلم ابو حديده، بس انت عارف ده شرطي ما اقدرش اكترهم معاه. بيقول له يعني ما فيش اي مجرم بيقدر على ظابط؟ بيقول له ده اكيد يا ابني. استنى رايح فين؟ بيقول له شيل ايدك من عليا لان من النهارده ما فيش حل قدامي غير ان اكون ظابط. وفعلا صديقي بيشتغل بالليل، هو بيروح المدرسه الصبح، وحلم انه يكون ظابط ما بيروحش من على باله، وتعدي الايام وتفوت السنين، وفي يوم الشرطه في محافظه سيما بياخدوها جري ورا الاربع مجرمين دول، وفعلا بيمسكوهم وفي الزنزانه بيرموهم. في الوقت ده فسو بيروح لوزير الداخليه، هو بيقول له انت قاعد عندك ومش دريان باللي حصل؟ بيقول له تعالى قول. بيقول له اقول لك ايه؟ انا كام مره اقول لك ماشي الظابط اللي في اسم المحافظه ده؟ بيقول له عمل ايه تاني؟ بيقول له ما واخدلوش جنب، عايش لدور الشرف والبطوله، والنهارده قبض على اخواتي الاربعه. بيقول له ما هم اكيد اخواتك عملوا حاجه غلط. بيقول له ما هو انت عارف ان طبيعه شغلنا الغلط اصلا، احنا عصابه مش بتوع بليله عماه، وانت قابض فلوس وعاد. بيقول له ما هو المشكله ان الشرطي ده محترم قوي، حاولت امشيها معاه بالحب ما مشيتش، وما ينفعش امشيها معاه عافيه، هيأذيني ويأذيك لانه على حق. بيقول له يا اخي ما تنقله على اي مكان بعيد عن هنا، وهات لنا ظابط يكون واطي، اخر مره قلت لك هات لي ظابط واطي جبت لي واحد وطني، في فرق في الحروف يا عماه. بيقول له عارف، وعلشان اجيب واحد صعب الاقي واحد اوطى منك، بس تصدق في واحد في حيدر اباد مستعد يعمل اي حاجه علشان الفلوس، اوطى منك انت شخصيا. بيقول له هو ده اللي هيدلعني. مين ده بقى؟ وحش العريق اسد الغابه المهين ده، كبر وحقق حلمه وبقى ظابط قد الدنيا